فاكر مشروع تعبئة الهواء في ازايز؟ النهارده بقى مشروع تعبئة الصحة في ازايز. عيل وهو عنده 15 سنة كان بيصحى كل يوم يلاقي مناخيره بتجيب دم، وفجأة بقى عنده بيزنس بملايين. الراجل اللي معانا النهارده اسمه ماكس كلارك، عمل ستور اونلاين اسمه هيف ماكس وهو عنده 15 سنة. صحى من النوم فجأة لقى مناخيره بتجيب دم. أول يوم قال عادي، إنما الموضوع استمر معاه لحد أسبوع. ساعتها راح للدكاترة، بس الغريب ان الدكاتره ما كانوش عارفين هو عنده ايه، وقالوا له انت لازم تعمل عمليه في مناخيرك. بس هو ما عملش كده، هو فكر في حاجه تانية خالص. ماكس غير طريقه اكله وبدا يلعب رياضه وياخد مكملات غذائيه وفيتامينات. الغريبه ان ماكس بعد ما عمل كده لقى مناخيره ما عادتش بتجيب دم. من ساعتها وهو فكر ليه بقى ما نبيعش العادات الصحيه ديت للناس. ماكس قال احنا هنعمل منصه نساعد بيها الناس من غير ما يعملوا اي عمليات، ان هم يبقوا كويسين وصحتهم كويس. بس قال مش هنقعد نقول لهم نصايح عامه، احنا هندي لكل واحد النصيحه اللي تناسبه. عشان يعمل كده طور جهاز، الجهاز ده يقدر يفحص وظائف الجسم بتاع الشخص، ولما يبعت له الاختبارات يقدر يعمل بقى حاجات تناسب الشخص ده نفسه. الخلاصه يا ابني الفكره الكويسه هي اللي بتيجي من معاناتك او معاناه الناس مع مشكله معينه. بص كويس، هتلاقي نفسك بتعاني من مشاكل كتير مش لاقي لها حل، ولو فكرت كويس وحليت المشكله ديت ممكن تحول الفكره ديت لحاجه تحقق لك ربح كبير. وتابعني لو عايز تكسب يا واد.